هلو، تعمل ستايلينج لشكل جسمك. خليني اقول لكم ان ده حاجه مهمه جدا كل بنت تعرفها، لانه هيساعدك جدا في انك تعملي ستايلينج. اختاري كمان القطع بتاعه الملابس اللي تكون متناسقه. هنبدا الفيديو بتاع النهارده باني اعرفكم ان احنا عندنا في 5 اشكال للجسم. اول حاجه الاور شيب او الساعه الرمليه، بيكون جسم متناسق مع بعضه، بيكون من فوق نفس المنطقه السفليه، الاثنين بيكونوا حجم واحد، وعندنا منطقه الوسط بتكون اصغر شويه، فده بيبقى جسم حلو قوي وسهل ان احنا نعمل له ستايلينج. وتقريبا كل الملابس وكل انواع الملابس والديزاينز بتليق على الجسم ده، فاغلب الاصوات بتليق قوي مع الشيب ده. يبقى بعد كده عندنا المثلث المقلوب، وده بيبقى شكل المثلث كده. فالمثلث المقلوب بتبقى العكس كده، كتفين بيبقى عارضين، وبعد كده بيبقى عندنا الخصر ومنطقه اكبر حجم بيكونوا تقريبا شبه بعض في الحجم. بقى نلبس او نختار الديزاينز للجسم ده. المثلث المقلوب في نك من هنا بتبقى شكلها حلو قوي وبتليق. دايما مش هنسى ان لازم كل النقاشات تكون موجوده في الجزء السفلي من الجسم، سواء جيبه او سكيرت او بنطلون. خلي العين والفوكس بتاعها على الجزء اللي تحت من الجسم، فما نبينش او نعمل فوكس على عرض الكتفين من فوق. كمان الوان شولدر بتبقى شكلها حلوه قوي. والفكره كلها هنا بان انا لما اجي اختار اي نوع من الملابس او الديزاينز، خلي من فوق اغلب الوقت يكون حاجه ساده ما فيهاش اي نقشات، بس من تحت يكون فيها نقشات. الشيب الثالث وهو الابل شيب او جسم التفاح. ده بيكون موجود قوي في الدول العربيه، وده بيبقى عندنا منطقه البطن بتبقى باينه، او الحجم بتاعها بيبقى اكبر من الكتفين ومنطقه اكبر حجم. فاحنا لما بنيجي نختار الديزاينز او الستايلينج فوكس على شكل الجسم ككل، علشان نداري الجزء بتاع البطن اللي بيكون باين، والساقين بيكونوا رفيعين عن باقي الجسم. يعني الجسم كله بيبقى تقريبا واحد، بس منطقه البطن بتكون اكبر والرجلين بيكونوا رفيعين. الركه كلها هنا في ان انا اخد ساتس علشان تخلي الجزء اللي فوق نفس الوسط نفس الجزء اللي تحت، كلهم يدي ايحاء ان هم كلهم مقاس واحد او حجم واحد. بتكون الوان واحده زي التوب والبنطلون بيكون بلون واحد، هيبقى حلو قوي مع جسم التفاح. اللي مش بتكون ليها وسط تبقى نازله قطعه واحده او جزء واحد، برده بيكون شكلها حلو قوي، بتليق مع شكل جسم التفاح. السنانير بقى او الرابس، يعني بكذا طبقات، هتكون مش بتعمل فوكس على منطقه البطن خالص. بس كده الجسم المستطيل، وبيبقى عندنا هنا الكتفين بمقاس واحد مع الجزء اللي تحت واكبر حجم، وبعدين الجسم كله نازل صك كده من غير اي منحنيات، يكون في اي خصر بشكل متحدد. الشيب ده من الجسم بيكون حلو، لانه بيدي صاحبته مساحه من الحريه ان هي تختار اللي هي عايزاه. حاجات تكون صك وبيبقى شكلها حلو، ممكن هي تعمل تحديد، تحط حزام في منطقه الخصر فتحدد منطقه الوسط، فبتبقى عندها كامل الحريه ان هي تلبس بالطريقه اللي تعجبها. الفكره هنا كلها في ان احنا نلبس دايما حزمه في منطقه الوسط علشان نحدد منطقه الوسط، وما نبعد الفوكس او الكتفين والمنطقه اللي تحت او الجزء السفلي من الجسم. بعد كده عندي شكل الكمثرى، وشكل الكمثرى هو عكس التفاحه. الجسم الكمثرى بيبقى من فوق رفيع وبينزل، او الكتفين من فوق بيكونوا رفيعين وبعدين بينزل من تحت على مساحه اكبر في الجسم. عندنا منطقه اكبر حجم بتكون عريضه اكتر. اللي بتمشي قوي مع الجسم الكمثرى هو اننا لما نيجي نلبس توبس من هنا تكون فيها فوليوم من هنا، او بتعمل حجم، يبقى فيه كمام اللي بتبقى من هنا واخده فوليوم وبتعمل حجم. دي بتبقى حلوه قوي لانها بتعمل توازن مع منطقه الكتفين مع منطقه اكبر حجم، فبيدي ايحاء ان هما الاثنين قد بعض، وان المنطقه اللي تحت مش اكبر من اللي فوق. الاكمام او الكشكشه اللي بتكون ده بيكون حلو قوي قوي مع الجسم الكمثرى. الفكره كلها في اننا نعرف البادي شيب بتاعنا، هو اننا نعرف ان مناطق الجسم مش كلها شبه بعضها، فاحنا بنشوف المنطقه الصغننه وبنعمل عليها هايلايت وبنديها حاجات او بنلبس عليها حاجات بتكون فيها كشكشه، فيها فوليوم، بيكون فيها نقشات كتير. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى انتم تكونوا استفدتوا منه، طبقوا فيه النصايح دي واكتبوا لي في الكومنتس لو في الفيديوهات اللي جايه. باي باي.